السلام عليكم البنات. اليوم غنشارك معكم الكيكه بالتفاح. كناخذ الخلاط الكهربائي، كندير فيه 2 بيضات وساشيه ديال الفاني، ومن بعد كندير قطه ديال الملحه وكاس ديال الحليب ديال سنيده ومن بعد كنضيف كاس ديال زيت لوسيور، ومن بعد كنضيف كاس ديال الحليب يكون بارد كما كتلاحظوا معايا في لا فيديو ديالي. ومن بعد كنخلط الخليط ديالي في الميكسور كامل، كلشي واضح في القاله ديالي. ومن بعد كناخذ جلافه كنخوي فيها الخليط ديالي كامل، ومن بعد كنضيف 2 كؤوس ديال الدقيق الابيض يكون نوعيه جيده، ومن الاحسن نغربلو كما كتشوفوا معايا باش ما يخلينا هذوك الحبيبات. ومن بعد كنخلط الخليط ديالي مزيان بالفويه، وكنتمنى يكون كلشي واضح في لا فيديو ديالي والشرح راه واضح وباين. ومن بعد كنضيف 2 خمارات حمرين حتى هما كنغربلهم، ومن بعد كنعاود نخلط الخليط ديالي حتى كيبان لي الخليط كيعقد، ما يكون خاتر وما يكون ناعميه كما مولفين ديما كنديروا الكيكه ديالنا. ومن بعد كناخذوا المول ديالنا اللي ديجا دهنتو من قبل بالزبده وبالدقيق، وكنخوي الخليط ديالي، ومن بعد كنخلي المول ديالي على جنب. كناخذ تفاح كنقطعو على شكل نصف دائره حتى كنسالي التفاح ديالي كما كتلاحظوا. ومن بعد كناخذ المول ديالي كنستف فيه التفاح ديالي على جناب، كنخلي الوسط باش نوضع فيه اللوز ايفيلي كيبقى اختياري. من بعد كندخل الكيكه ديالي الفران، وهذه هي الكيكه ديالنا ملي خرجناها من الفران. كندهنوها مباشره بالناباج اولا الكونفيتير اللي متوفر عندنا في المنزل. وهذه هي الكيكه ديالنا ملي وجدات كما كتشوفوا معايا، كتجي هشيشه ورطبه. كنتمنى تنال الاعجاب ديال المشاهدين، وما تبخلوش عليا بلي لايك وبلي كومونتير وبلي زابوني، وما تنساوش تدعموني في القناه ديالي باش يبقى يوصلكم ديما الجديد. وشكرا على المشاهده.